تطهير 7 قرى ومقتل 59 من عناصر داعش مع تدمير 5 عجلات كانت محملة بالأسلحة الحديثة حصيلة المعارك التي أشرفت عليها قيادة عمليات دجلة ونفذتها قوات الفرقة الخامسة للجيش العراقي مع الحشد الشعبي شمال مدينة بعقوبة. تمكنا من تحرير 7 قرى ضمن حدود محافظة ديالى. الآن نحن في تقاطع الصفرة. هذه المناطق هنالك قتلى واستيلاء على مواد وعجلات، إضافة إلى هنالك أسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل هذه العصابات. مجمل البيوت اللي تم تفخيخها من قبل هذه العصابات أكثر من 15 دار، تم تفجير أكثر من 10 دور، وما زالت المعالجة مستمرة لتفجير ال5 دور الباقية. هنالك أكثر من 5 عجلات تم تدميرها. 2 من هذه العجلات تحمل مدافع 23 ملم، وكذلك قتل 59 من هذه العصابات. كاميرا الحرة رافقت القوات العراقية في المعارك الساخنة التي حسمتها قبل ساعات من إعداد التقرير، وقد أسفرت عن تطهير أهم المناطق في المحافظات الوسطى والشمالية. مفترق الصفرة هو طريق الإمدادات الرئيس لتنظيم داعش الذي يقدم الإسناد إلى عناصر التنظيم في بعض قرى المقدادية وحمرين وانجانا وسليمان بيك والقرى المحيطة بناحية آمرلي. اليوم داعش خسر أكبر منطقة تمويل له. احنا كنا نعتقد ان هذا المفرق الصفرة اللي باتجاه حمرين من جهة وباتجاه ايضا المقدادية وباقي المناطق، وايضا قريب جدا على مناطق انجانا والعظيم، هذا المكان كان يعتبر من المناطق الاستراتيجية التي استحوذ عليها داعش. وبعد تطهير مفترق الصفرة دعت القيادات الأمنية من وصفتهم بالمغرر بهم في المناطق التي تخضع إلى سيطرة داعش إلى ترك التنظيم والانخراط في الصف الوطني، لأن القوات العراقية وبحسب قياداتها لن توقف عملياتها وتستعد لتطهير جميع المناطق منها ناحية آمرلي. لسنا منافسين أو نعمل بالضد من القوات المسلحة، وإنما جئنا مساهمين مساعدين مساندين للقوات الأمنية وتحت رايتهم، ولا سلاح خارج نطاق الدولة. نحن نرفض أي سلاح يكون بيد خارج الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية. أدعو من خلال قناة الحرة الأخوة الذين تم الإغرار بهم من قبل هذه العصابات الإجرامية العودة إلى الصف الوطني وتحرير مناطقهم، لأننا قادمون وسوف نحرر جميع هذه المناطق إن شاء الله. بعد تطهير ناحية العظيم بالكامل ومنطقة الصفرة في محافظة ديالى، لم يبقى على تطهير وفك الحصار على ناحية آمرلي ووفقا للقيادات الأمنية إلا القليل من الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. هادي العنبقي، الحرة. أقام أهالي بغداد ومنتسبو فوج